بنتكلم كتير على الجزء الهجومي وهتجيب هدف وهدف مبكر وحماس الجمهور، في نفس التوقيت برضو انت محتاج ان انت تبص للجانب الدفاعي وتبقى مقفل بشكل كويس ان ما يخشش فيك هدف. يعني الكابتن حسام في رايي بيحاول يرجع منتخب مصر لهويته، في مخاطره بعض الشيء زي ما كابتن عماد اتفضل وقال بتغيير طريقه اللعب وعدم وجود وقت كافي ممكن للشغل مع الشباب، ولكن النهارده ماتش لعيبه كابتن سيف، اللعيبه عليها مسؤوليات. يعني الزمالك كسب ازاي؟ فضل اول تلت ساعه يدق على الحديد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه ما جاب جون، خلاص بقت الفرقه الثانيه هي رد الفعل. النادي الاهلي كسب ازاي الترجي؟ اول دقيقتين ثلاثه كور ثابته حوالين ال 18، كورنر معمول كويس، عبد المنعم طالع زي الوحش. هي دي هو ده الاتيتيود والطريقه اللي عايزين نخش بيها الجيم يا عماد. الريتم العالي، الكره الثانيه، كورنا المشتركه دايما تبقى بتاعتنا، ونستغل الجمهور العظيم ده ان احنا نريحهم. الناس عايزه تستريح، الجون البدري يا جماعه بيريح، بيحط المنافس تحت ضغط كبير. كابتن حسام حسن، الواضح ان كابتن حسام بيجرب طريقه جديده، هي مش جديده على الكره المصريه بس جديده على الجيل اللي موجود ده. يمكن احنا كنا لعبنا بيها 2006 و2008 و2010 كان بيلعبها هاني سعيد، بيبقى هو قدام السردباكين. فعلى ما اعتقد النهارده ممكن حمدي فتحي يبقى هو اللي موجود قدام رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني ناحيه اليمين، وتريزيجيه محطوط ناحيه الشمال ان هم يبقوا وينجين، ومروان عطيه في نص الملعب، قدامه زيزو امام عاشور، وصلاح تحت مستوى محمد. الطريقه دي طريقه هجوميه بس في نفس الوقت محتاجه ترحيل بشكل كبير جدا، محتاجه تفاهم وانسجام بين اللعيبه وبين بعض. تريزيجيه المركز ده على ما اعتقد ان هو يبقى عنده ادوار دفاعيه كتير جدا، وفي نفس الوقت لازم يقوم بدور الهجومي عشان الجبهه دي ما تبقاش فاضيه. نفس القصه بالنسبه لمحمد هاني، لازم الترحيل يكون موجود سواء من مروان عطيه سواء من زيزو سواء من امام عاشور، سواء حتى لو هاني دخل فرامي ربيعه بيضم، محمد عبد المنعم بيضم من الناحيه الثانيه. فهي طريقه جديده على الجيل اللي موجود. كابتن حسام بيغامر النهارده، هل هو اللعيبه جاهزه وحافظت اللي هو قاله ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده، واتمنى ان شاء الله ان هم ينفذوا اللي هو قاله بالحرف يعني. واحنا نهزر ولا ايه؟ بجد والله يعني هنهزر يعني؟ ده هزار ده ولا ايه الدنيا يا جدعان؟ في ايه مالكم؟ ما تصلوا على النبي. انتوا بتتكلموا ازاي اصلا؟ انتوا مش عاجبكم اداء المنتخب النهارده؟ لا ده هو كان في شوط واحد يا عم، شوط واحد احنا واكلين اصلا قبل كده. احنا اصلا ما كناش نطول ان احنا نشوف المنتخب شوط واحد، ساعة واحدة، نص ساعة، ساعة يعني 5 دقايق. ايه يا جدعان؟ هنطمع احنا بقى، هنطمع. مش عاجبكم ان اداء المنتخب اتغير في الشوط التاني؟ ما يتغير، المهم ان احنا كسبنا وخدنا 3 نقط. ايه يا جدعان؟ ما تصلوا على النبي، ما تصلوا على النبي كده وتستهدوا بالله. لا والله العظيم كل الدعم للكابتن حسام حسن. لو هنقضيها شوط وشوط مع المنتخب احنا راضيين وقابلين، احنا ما كناش الاول طايلين حاجه اصلا. فلا يا باشا احنا متكيفين والف مليون مبروك على الفوز، على 3 بونت، وان شاء الله هنصعد على ايديك يا عميد. بس كده.